والخوارج طائفة تنتسب إلى الإسلام تخرج على المسلمين بالسيف وتكفر من يخالفها. انتبهوا لهذا، الخوارج طائفة وفرقة تنتسب إلى الإسلام تخرج على المسلمين، على ولي الأمر وعموم المسلمين بالسلاح، وتستحل السلاح فيهم وتكفر من يخالفها، فمن معهم مؤمن ومن خالفهم فيما يقولون فهو كافر. وهذا كما يحصل اليوم مما يسمى بداعش مثلا. والله الذي لا إله إلا هو قولة أقولها وسأقف بين يدي الله عز وجل وأسأل عنها، إن داعش تنطبق عليهم صفات الخوارج تماما تماما، بل ويزيدون على الخوارج المتقدمين قبحا. هؤلاء الخوارج، انتبهوا لما قلت، يخرجون على المسلمين بالسلاح ويكفرون من يخالفهم. يا إخوة، هؤلاء الذين يعيشون في بعض الأماكن يكفرونكم أنتم يا أهل المدينة. والله يا إخوة في أدبياتهم وكتاباتهم يرون أن المدينة ومكة دار حرب، وذلك لا تستغربوا يا إخوة أنهم استهدفوا المسجد النبوي في رمضان. هذه عندهم دار حرب. لا تستغربوا أنهم وضعوا أسلحة في المصاحف وأرادوا مكة. هذه عندهم دار حرب لأنهم يكفرون من يخالفهم. فهؤلاء هم الخوارج، وقتالهم جهاد في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لقيهم لقاتلهم، وقال لو لقيتهم لقتلتهم قتل عاد كما في الصحيحين. وعند مسلم لقتلتهم قتل ثمود، أي استأصلتهم. وحثنا على قتالهم فقال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم كما في الصحيحين. فإن قتلهم أجر لمن قتلهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قتلاهم شر قتلى على وجه الأرض، وأن من قتلوهم خير قتلى، كما عند الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. هذه الجماعات اللي تسمعون عنها الآن مثل القاعدة، الدواعش، الحوثي، اللي كذا، اللي التكفير والهجرة، طالبان، غيرهم، ترى كل هذه فرق خوارج، لأن جامعة الخروج جميع أنواع الخروج على الكتاب والسنة، والخروج على أهل العلم، والخروج على ولاة الأمر، والخروج على عامة المسلمين. لا تغركم أسماء الجماعات والجمعيات، ترى تلتقي على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يزالون يخرجون، يعني الخوارج كلما ظهر منهم قرن أو خرج منهم قرن قاطعه الله حتى يخرج آخرهم مع الدجال. كل الخوارج المعاصرين خارجين من عباءة الإخوان، حتى الشيعة الخمينية هؤلاء من عباءة الإخوان. منهج الإخوان هم أخذوه وترجموه وطبقوه، أولهم الخميني وآخرهم خامنئي، يعني نفس الشيء. لا بد يفهم هذا.